السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بمناسبة انكم وحشتوني، حبيت ارجع لكم كده بتتبيلة حلوة قوي قوي قوي. تنفع معاكي فراخ مشوية، فراخ في الفرن، تنفع للبانيه، حاجات كتيرة جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف معايا ايه. اول حاجة، التوابل اللي معايا عبارة عن ملح وبابريكا وفلفل اسمر وبهارات فراخ، وكمان معايا 7 بهارات. آه، على حسب بقى كمية الفراخ اللي انت هتعمليها هيكون التتبيل بتاعها. وبالنسبة للملح، انا حاطة مثلا هنا 3 معالق صغننين من معالق التوابل من الملح. طب دول مش كتير؟ لا مش كتير على كمية الفراخ اللي معايا، بالعكس ده هتبقى ناقصها ملح وهزود عليها لما اجي اسويها. طيب انا معايا ايه بقى؟ بصلتين كبار بشرتهم بالمبشرة، معايا قرنين فلفل حار كده، واحد اخضر واحد احمر، وكمان عصرت عليهم ليمونه وحطيت عليهم كل التوابل اللي معايا. كانت عباره عن ايه؟ ملح وفلفل اسمر، بابريكا، شويه من بهارات الفراخ وشويه من ال7 بهارات. كل الكلام ده بقى حطيت عليه طماطميتين مبشورين بدون قشر. اهم حاجه ان انت ما تحطيش القشر بتاع الطماطم. ودول معلقتين من هريسه الفلفل الاحمر او هريسه الشطه. ومعايا 3 معالق كبار من صوص الباربيكيو. وكمان معايا صويا صوص. وبالمناسبة انت كل نوع من انواع الصوصات اللي بتحطيها ممكن يعني ايه يغير لك طعم التتبيلة. يعني ولنفرض مثلا انا شلت الصويا صوص وشلت كمان البابريكا وحطيت بدلهم دبس رمان، هيديني طعم مختلف. طب حطيت بدلهم مستردة، هتديني طعم مختلف. فانت تقدري تلعبي في التتبيلة كل مرة تغيري طعمها بحيث ان هي الفراخ ولكن الطعم مختلف. قلبت ده كله كويس جدا جدا مع بعض، وهبدأ ان انا دلوقتي اخد المية بتاعت الحاجات دي كلها. هاخد منها السوائل بس على قد ما اقدر. لو نزل شويه بصل مبشورين مفيش مشكله، بس حاجه بسيطه. هاخد بقى، انا معايا كيلو بانيه غسلته كويس جدا في ملح وليمون، وشطفته كذا مره وحطيته في المصفى صفى ميته تماما، يعني هو لازم يبقى ناشف خالص ما فيهوش اي ميه. اخدت بقى شويه التتبيله السايله دي، تبلت بيها البانيه. البانيه بقى ده ممكن انا اعمله نفس التتبيله دي، اعمله مقلي، اعمله بالكفر بتاعه الكريسبي كده من بره بقسماط واقليه في زيت، او اعمله على الجريل مشوي على الجريل. في الحالتين التتبيله مش هتقولك لا، هتمشي وهتناسب جدا الطريقه دي او الطريقه دي، سواء سويتيه كده او كده. تمام، يبقى احنا معانا كده تتبيله خفيفه كده وعلى قد ايدينا واقتصاديه. ما عندكيش الصوصات دي ما فيش مشكله، ما تشغليش بالك خالص، هتمشي على نفس كل حاجه بالظبط. هتحطي خل وتحطي ليمون، ولو عندك كوبايه زبادي كمان حطيها وهتبقى كده زي الفل. يعني مش شرط ان انت تشتري الصوصات دي مخصوص. دلوقتي انا عملت ايه؟ التتبيله بقى بتاعتي اللي فيها التفل نفسه بتاع البصل، زودت عليها شويه كده حوالي ربع كوبايه من الزيت. هتبل بيها بقى الفراخ السليمه. الفراخ دي بقى ينفع ان انا احطها في صينيه، اسويها في الفرن، ويبقى فيها صوص كده جميل يتغمز مع شوية الدهون اللي هتنزل من الفرخة والسوائل بتاعتها. هتعمل لي حبة صوص كده تحفة. وافتح على وشها الشواية في الاخر، هتبقى خطيرة. وممكن اعمل ايه تاني؟ ابيتها في التتبيلة دي ليلة، واجي تاني يوم ساعة التسوية او ساعة الشوي بقى انا هشويها مثلا، انفض التتبيله دي خالص، اشيلها من على الفراخ بتاعتي عشان ما تتحرقش في الشوي. او نفس التتبيله لو عايزه اشوي ومش عايزه انفضها ولا اي حاجه، اضربها في الخلاط تبقى تتبيله كده ايه سائله، وكل المكونات دي ما فيهاش اي قطع خالص. يبقى نفس التتبيله دي يا جماعه والله سحر، تعملي بيها حاجات كتيره جدا جدا. وممكن تضيفي لها كمان فصين مفرومين من الثوم، يعني مفروم ناعم خالص. انا بقى بعمل ايه؟ بعمل فتحه في قلب صدر الفرخة كده، لان هو اكتر جزء بيكون فيه كتلة لحم سميكة، فلازم تتطعم من جوه، لازم تاخد طعم التتبيلة عشان دي هتديها يعني تسوية مظبوطة، ما يبقاش الورك مستوي والصدر لا، مش عايزين كده. بصوا بفتح لها كده فتحة بالسكينة كأنها كده ايه، كأنك بتعملي جيب، وبحشي الفتحة دي بكمية حلوة كده من التتبيلة اللي معايا.
تقدري تعملي الخطوة دي أول الشهر لما بتجيبي حاجتك بعد ما بتغسليها وتخليها زي الفل كده زيك، تروحي عاملة التتبيلة دي ومقسمة الفراخ بتاعتك سواء قطع أو سليمة أو شيش أو بأي طريقة انت بتحبيها، وتحطيها في الفريزر جاهزة على التسوية. يا رب تكون أخدتوا أي فكرة. طب عايزة أقول لكم حاجة بس قبل ما الفيديو يخلص، أنا ما حطيتش زيت على التتبيلة في الخلطة بتاعة البانيه، لأنه الزيت يعني إيه، هيمنع الكفر إنه يمسك في البانيه. الزيت حطيته على الفراخ السليمة. خدوا بالكم من الحاجات البسيطة دي عشان البنات الصغننة كده اللي زي بناتي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة بقى الدراسة اللي هتبدأ، وإن شاء الله يا رب تكون سنة سعيدة كده عليكم وعلى كل ولادنا يا رب، اللهم أمين.